هل تشتري الأوسمو أكشن 6 والّا تشتري الأوسمو بوكيت 3؟ ده يمكن سؤال بيحيّر ناس كتير، بيفكّروا مثلًا يدخلوا في صناعة المحتوى، فلوجات، يصوّروا حاجات من البيت، أو مثلًا هيسافروا عايزين يوثّقوا رحلتهم، فمحتارين هل يشتروا الكاميرا دي والّا يشتروا الكاميرا دي؟ يعني كل كاميرا ليها مميزاتها وليها عيوبها. أنا بقى لي تقريبًا سنتين باستخدم الأوسمو بوكيت 3، بس بصراحة دلوقتي نقلت للأوسمو أكشن 6، وفي حاجات كتيرة في الكاميرا دي هي اللي خلّتني يعني أعتزل عن الأوسمو بوكيت 3. يعني أول ميزة في الكاميرا دي طبعًا إن حجمها صغير، تقدر تاخدها في كل مكان، وغير كده إن هي ضد المطرة، وكمان بتستحمل الصدمات. أنت مثلًا عايز تروح الغردقة وتعمل snorkeling وتصوّر تحت المَيّة، ما فيش أي مشكلة. وغير كده أحلى ميزة في الكاميرا دي هي السنسور مربّع، وبعد ما تصوّر تعمل edit، عايز الفيديو بالطول عايزه بالعرض، مش هيأثّر في الجودة، هتصوّر برضه 4K. فدي ميزة حلوة جدًا لو أنت عايز مثلًا تحط إنستجرام ريلز أو ستوريز أو على التيك توك، وفي نفس الوقت تنزّل محتوى بالعرض على اليوتيوب. فدي بصراحة بتدّيك flexibility من ناحية المونتاج، يعني حتى لو بتصوّر فيديوهات بالطول بس، يعني ممكن تختار الcropping عايزه في أنهي مكان. وغير كده يعني العدسة الواسعة دي مش محتاج تبعّد إيدك يعني أوي عن نفسك عشان تجيب كل حاجة وراك وكل حاجة حواليك، أنت يا دوبك بتمسكها 20، 30 سنتي منّك وهتجيب كل حاجة وراك. عيبها الوحيد بس إن الminimum focus distance هو 20 والّا 25 سنتي، يعني محتاج تبعدها 20 ل25 سنتي عن الحاجة اللي أنت هتصورها عشان تبقى in focus وتبقى واضحة. لكن بصراحة بالosmo pocket 3 لو أنت حتى مسكت عصاية متر مش هتجيب نفس العدسة الواسعة بتاعة الosmo action 6. فبصراحة دي أسهل بكتير لتصوير الفلوجات. وغير كده الstabilization بتاعها حلو جدًا، 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 وعندك كذا stabilization option لدرجة إن ممكن تلِف الكاميرا 360 درجة وهتفضل ثابتة زي ما هي أكنه gimbal. العيب الوحيد بس في الكاميرا دي هو التصوير الليلي مش زي الosmo pocket 3 طبعًا. للأسف التصوير الليلي مش حلو أوي. ممكن تصوّر بالnight mode بيبقى كويس، لكن عيب الnight mode إن أنت ما ينفعش تصوّر full frame، يعني السنسور مربّع، ممكن تختار بس landscape إن أنت تصوّر بالعرض. لكن لو هتتنازل عن الجودة الليلية فالosmo action 6 مش وحشة. غير كده عندنا طبعًا الشاشة الأمامية والشاشة الخلفية، وبتشحن بسرعة. فأنا بالنسبة لي بصراحة الأوسمو أكشن 6 يعني أحلى كاميرا للفلوجات، أو لو هتصور حياتك اليومية وعايز تعمل مثلًا تجارب اجتماعية أو أيًا كان اللي أنت عايز تصوره، هي دي الكاميرا اللي هتناسبك في معظم الحالات. نيجي بقى للأوسمو بوكيت 3، فدي ليها طبعًا مميزاتها وليها عيوبها. الميزة بتاعتها بصراحة هو التصوير الليلي. التصوير الليلي في الكاميرا دي يعني ما فيش منافس، حتى الآيفون 17 برو مش واصل لنفس المستوى في التصوير الليلي. يعني طبعًا عندنا الجيمبال هو ده اللي بيساعد في التصوير الليلي، stabilization قوي جدًا بالليل. غير كده ما عندناش اللينس فلير اللي موجودة في الآيفون في التصوير الليلي، يعني لمّا باتصور شيء بالليل وفي ضوء قوي ضارب في اللينس ما بيبانش بقى إيه الضوء العكسي ده. ومشكلة من الآيفون بقى لها فترة طويلة جدًا، دي مش موجودة في الأوسمو بوكيت 3. الكاميرا دي نزلت سنة 2023 أعتقد، ولحد دلوقتي مش عارفين أوسمو بوكيت 4 هتنزل إمتى. يعني هي بصراحة ما زالت كاميرا كويسة جدًا. يعني لو في feature جديد أنا عايزه في الأوسمو بوكيت 3 أو هيبقى الأوسمو بوكيت 4، هو إن يبقى في سنسور مربّع زي الأوسمو أكشن 6، تصوّر وبعد ما تصوّر تقرر عايز الفيديو يبقى بالطول أو بالعرض. غير كده ما بتستحملش الصدمات لإن الجيمبال حساس جدًا. مرّة وقعت منّي وللأسف الجيمبال هنِّج شوية لفترة كده، بس يعني اتعدل الحمد لله. كمان ما بتستحملش المطرة. لكن لو أنت عايز تصوّر فيديوهات سينيماتيك فالأوسمو بوكيت 3 هي دي الكاميرا ليك. حتى لو أنت هتصوّر فلوجات سينيماتيك فما فيش بديل غير الأوسمو بوكيت 3. كمان لو أنت هتصوّر محتوى داخل البيت فهي دي الكاميرا اللي أنت محتاج تشتريها. غير كده هات الأوسمو أكشن 6، يعني مش هتندموا بصراحة. وكمان الأكشن كاميرا دي هدفها مش الأساسي هو الvlogging، لكن من سهولة استخدامها بقت يمكن من أحسن الvlogging cameras الواحد ممكن يستخدمها حاليًا. كل كاميرا ليها مميزاتها وكل كاميرا ليها عيوبها على حسب هدفك. أنا بالنسبة لي دلوقتي باستخدم الأوسمو أكشن 6 أكتر من الأوسمو بوكيت 3، لإن يعني عملية جدًا. لو هتختار كاميرا واحدة بس تناسبك في كل الحالات فهي كاميرا الآيفون، يعني بصراحة لا يُعلى عليها. يعني مش أحسن كاميرا في كل category، لكن متكاملة، لإن عندك الultra wide angle lens، عندك الmain كاميرا كويسة جدًا،
وعندك الزوم كاميرا، يعني مش هتلاقيها ولا في الأوسمو بوكيت 3 ولا في الأوسمو أكشن 6 ولا حتى هتلاقيها في الأوسمو بوكيت 4 لما تنزل. وغير كده طبعا الكاميرا الأمامية، اللي هيسأل أنا دلوقتي بصور بالآيفون 17 برو بالكاميرا الأمامية ومن غير اكسترنال مايك. نجيب الأوسمو أكشن 6 طبعا اشتروا الأكسسوري دي بتبقى عبارة عن ترايبود، وتقدر كمان تعملوا اكستند لمساحة حلوة، تقدر تعمل فلوجات تركب بالسهولة دي. محتاج طبعا تركب الاكستنشن الأول، بعد كده تركب الترايبود معلم كده بالشكل ده واهو. فانت عندك يعني ما شاء الله عصاية كبيرة تتحط في الجيب كده، مش عملية قوي، عشان كده بقول مش عملية قوي. متتوقعوش زي ما انا كنت متوقع ان الكاميرا دي هي اللي هتنقلك لحتة تانية، يعني في الاول والاخر مش هيفرق خالص. يعني انا قلت لما هجيب الاوسمو بوكيت 3 الفيديوهات هتبقى بالمستوى ده، ولما هجيب الاوسمو اكشن 6 الفيديوهات هتبقى بمستوى تاني خالص. لكن لو انت بتحب التصوير فما يمنعش ان انت تجيب الكاميرتين لو حابب. بس اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.